الله تعالى يقول في القرآن الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رب العالمين بده يتوب عليك، بده يغفر لك، هو عالم أنه الذنوب تعبتك، لذلك قال بعدها مباشرة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك خذ عهد على نفسك وافتح صفحة جديدة مع الله. ما تفكر بكثرة الأعمال فقط، لا والله، ولكن بإيقاف نزيف الذنوب اللي عم يتعب قلبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والله تعالى يقول في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان في أبيات شعر حلوة جدا تقول: سأظل طول العمر بابك أقرع، يا خير من ذا يستجيب ويسمع، أنت الذي يقضي الحوائج كلها، أنت الذي يعطي العطاء ويمنع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع.